شنو هي اللي يفرق بين احنا وبين المجتمع الياباني مثلا؟ هما يفكروا، هما يخدموا، احنا اللي نمشيو للمدارس من 8 ل 6 متاع الليل. صحيح نقراو وصحيح قاعدين نحققوا في اهدافنا، وصحيح قاعدين نحققوا في اماني والدينا اللي يحبونا نقراو، اما المشكله فاش انه واحد كي يمشي يقرا، واحد كي يمشي يحصل على العلم لازم يعرف كيفاش يتحصل عليه. راهو العلم ماهوش حفظ وصباح، راهو العلم تفكير، راهو العلم ابداع، راهو العلم اذا انت تحب تعمل حاجه لازم تعملها، اذا انت تحب توصل للحاجه ما ثم حتى شيء في الدنيا هذه ينجم يوقفك عليه. انا اذا ننصحكم بحاجه باللي راهو هذوما حاجات فارغه بالنسبه لكم انتم، اذا انتم باش توصلوا تفكروا نعرفكم باش تاخذوا تعملوا حاجات اكبر من هكا بناس، انتم تنجموا في دياركم تخرجوا حاجات اكثر وخير من هذه برشا. فقط تعلموا تفكروا، تعلموا عيشوا باش تحققوا اهدافكم، تعلموا قسموا اوقاتكم، تعلموا نظموا اوقاتكم، تعلموا تفرهدوا العبوا، تعلموا لمدوا العلم، وتعلموا كيفاش تستغلوا الحاجات اللي انتم عندكم الكل باش تعمل حاجه الناس ما فكرتش فيها باش تبدع باش نتقدموا لقدام. ان شاء الله ما تنساوش الكلام هذا اللي قلناه، وان شاء الله تكون عجبكم النادي نتاعنا. فرحانين برشا باللي انتم جيتوا بحذانا، فرحانين برشا باللي انتم جيتوا طليتوا علينا واهتميتوا باللي فما كلوب، باللي فما نادي يهتم بالعلوم هذيا اللي هي علوم نتناساوها او نساوها في المعاهد نتاعنا ولا في المدارس نتاعنا. راهو وقتكم وراهو في العمر هذا انتم قادرين باش تعملوا اي حاجه. راكم اذا راهو كل شيء يكون حسبكم انتم، حسب انتم كيفاش تخمموا. الحاجه برك انكم راكم في العمر هذايا مازال قدامكم عيشه طويله ان شاء الله، انكم تعرفوا كيفاش تخمموا ويكون عندكم الامل، ومش واحد يجيب عدد خايف في امتحان يروح للدار يبكي، اما ياخذ عدد خايف في الامتحان يقول انا علاش خذيت عدد كيما هكا، انا كيفاش نجم نتقدم، شنو اللي خلاني ناخذ العدد هذا رغم اني راجعت بالباهي. راهو تفكير وراهو استئناس، وراهو اذا باش توصلوا تعملوا حاجه راهو انتوما تحبوها، اذا نحبوا نعملوا، اذا ما نحبوش راهو ما نعملوش. والسلام عليكم.